السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، وحشتوني. النهاردة معانا نعمل الطعمية البيتي اللذيذة، احسن ما تشتريها من بره مليون مرة. وكمان معانا توفير. دلوقتي عدت بتشتري حتة الطعمية قد كده، يقولك ده دول ب3 جنيه، دول ب5 جنيه حبة كده، ما يجيبوش 5 طعميات 6 طعميات. فانا بقولك تعالي ما نعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونات نقدر نشتريها من اي مكان، وموجودة ممكن تكون في البيت كمان. معايا هنا الفول. نقعناه من بالليل تاني يوم الصبح، يا اما لو انت مستعجله هتعمليه في نفس اليوم بس تنقعي بميه سخنه. معايا توم، معايا كمون حصى، كزبره حصى. معايا بقى بصل اخضر خرطته، وده معايا الكرات. ومعايا عود كزبره خرطتهم. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا هصفي الميه بتاعت الفول دي، صفيتها في مصفى. وهنجيب بقى قصعه كبيره كده نفرغ فيها. انا معايا دول 2 كيلو يا جماعه. بصل اخضر. عندك بصل من التاني عادي مفيش اي مشكلة، بس البصل الاخضر متوفر وفي نفس الوقت هيديك لون. مع كرات كزبرة وبصل. معايا بقى هنضيف بقى الكمون والكزبرة. وهتضيف الملح. عايزة تحطي فلفل اسمر حطي، انا ما حطيتش فلفل اسمر. يعني سايباها دي بقى ايه، ممكن وانا بقى احط الفلفل الاسمر، ممكن احط شعرة شطة تبع ما تحبي يعني. هنا بقى انا هعمل في الخلاط يا جماعه، انا ما عنديش مفرمه، فانا هعمل في الخلاط. هتفرموا الطعميه في الخلاط؟ هفرم في الخلاط. شفشق الخلاط، بس هنزود الميه شويه. يعني هنحط 3/4 كده، لا يا رب 3/4 ايه، انا اقول نصه ميه. وهنحط الطعميه وهنشغل الخلاط هيشتغل. حسيت ان هي عايزه ميه هتزودوا ميه عشان الخلاط ما يبص معاكي. هتجيبي مصفى وقصعه، وزي ما انتوا شايفين كده هنفرغ فيه. على ما تخلصي حبه شفشقين 3 هتلاقي بتصفى معاكي في المصفى. هوريكم شكلها ازاي، مش هيبقى فيها ميه ولا هيبقى فيها اي شيء صدقوني. وجربوها في الخلاط مش تندموا عليه، انا على طول بعملها في الخلاط لان انا ما عنديش مفرمه لحمه ولا مفرمه طعميه. اهو نزود الميه هتلاقيه اتضرب معاكي بكل سهوله في الخلاط زي ما انتوا شايفين. هتحطها في المصفى. على ما تخلصي طبعا انا مش هعمل كله في مصفى واحده، عندي مصفى تانية هنقل فيها وهعمل فيها. اهو شوفوا. صفت وبقت زي الفل، مفيش فيها ميه. ده الميه طبعا انا كنت كبت ميه عن كده كمان. اهي زي ما انتوا شايفين اهي صفت معايا وبقت زي الفل. طبعا في الخلاط مش تحتاجي ان انت تعمليها وش تاني. ده بقى شوية كمون وشوية كزبرة ناعمين. برضه هضيفهم عليهم. كلهم كده مرة واحدة. مش كتير والله، هما شوية شوية صغيرة لان انا ضايفة، بس الحصى بقى بيدي طعم في الاكل كده وبيدي ريحة حلوة. خلاص بقى هبدأ انا كده قلبت كله ببعضه. انا عاملاه يا جماعة بطلع الكيس على قد الاكل. انا هجيب بقى الاكياس بتاعتي بتاعت البيض الصغيرة دي. احط يا دوبك على قد الاكلة بتاعتي، هي كده على قد الاكلة حلوة قوي. هعبي الكمية كلها معاكم واوريكم كام جابت معايا. 19 كيس. 19 كيس طعمية، انا طبعا مقللة برضو لان على قد اكلتي. فعملت معايا 19 كيس. زي ما انتوا شايفين بنفس الشكل كده. اهو. طبعا برضو هعينها كده في التلاجة، وتعالوا اما نعمل بقى ايه طبق كده نتعشى بيه. اتعشى طعمية، ايوه أنا لازم اعمل، بدام انا عملتها لازم اكل منها صبح. هنا بقى اجيب شوية كربوناتو. وطبعا معايا الزيادة بقى على البوتاجاز بتقدح. كربوناتو، وهجيب بيضة بلدي بقى من بتاعة البيت بقى، بيضة بلدي. وفي اشي لازمتها ايه البيضة، انا متعودة يعني لما اعملها بيت لازم بيضة بصراحة، بتدي لها طعم وبتنفشها بقى كده وبتبقى حلو. تحس ان الطعمية نف... نفشة نفسها كده. زي معاكي بقى شوية سمسم. زي ما انتوا شايفين الزيتة معايا على النار قدحت. آه. تقرصي القرص كده وتعكي ايه. تبلي كده معاكي ايه السمسم. جميلة جدا بصراحة، وحاجة البيت لا يعلى عليها بقى. اه لو عملت دي غدوة بقى، جنب برنجان جنب خضرة جنب بطاطس بقى، أكلة مية مية. ومصري برضو هعملها، الحاجة عندي في التلاجة اهي هطلع. وهعمل اللي أنا عايزاه. قلبي كده بقى شوفي الوقت هتشوفي شكلها ايه، ما اقولكيش بقى تحفة جميلة جدا بصراحة. وتلاقيها نافشة نفسها كده ومية مية، شفتوا بقى شكلها اهي. افتحي كده فل، شفت لونها اخضر ازاي ومنفوشة ازاي وجميلة من جوه. مستوية وناشفة، عايزة تنشفيها نشفيها، طبعا احنا بنحبها ناشفة. شوفوا. جميلة جدا. يا ريت تجربوها وتقولوا رأيكم فيها. شكرا حبايب قلبي.